دمر بيت، وعايز اقول لحضراتكم البيت ده ظروفه صعبه جدا. خلينا بقى نسمع يعني. يعني قول لنا الاول بس، كلمينا كده عن ظروف الحياه وطبيعه الحياه. والله يرحمه حسن كان بالنسبه لكم ايه؟ محمد كان بالنسبه لكم ايه؟ هو جوزي تمام، ومتكفل بمصاريفي، والعائل الوحيد لينا تمام. انا مرتبي مخليه اقساط وحاجات من دي، وهو اللي بيصرف عليا طول الشهر انا وعيالي. علي الصوت بس شويه، انا عاوزك تعلي الصوت على قد ما هو اللي تقدر. بيصرف على ماسة وبيصرف عليا. انا جيت من الشغلي لقيت بنتي جايه في حاله خطره، حاله صعبه قوي، البيت وشها اصفر وجايه مرعوبه. في ايه يا ماسة؟ قالت ماما بابا عامل حادثه. قلت لها حادثه فين؟ قالت على طريق الاماراتي. قلت لها طب يا ماسة انتوا مش واقفين بتشاوروا العربيه؟ عامل حادثه ازاي؟ قالت يا ماما العربيه خبطته من ظهره ومسرعه وجريت. طب باباك نطق؟ قالت بابا شكله وحش قوي متبهدل. هكمل لكم الكلام عشان مش قادره. مثلا هو يعني انا عاوزك تحكي لنا اللي لو حصل من واحد الاول. واقف على الطريق وبنته معاه ويعني هو واقف لسه جاي يشاور اي عربية يركبها، لقى عربية جاية من وراه. انت نزلت مع بابا الاول ليه يا مس؟ عشان هو ساعات انا بروح معاه. تروحوا معاه فين؟ الشغل. هو بيشتغل فين؟ قول لنا بس الجزء بتاع الشغل ده معلش، ومسا تكمل. انا اخواتي عاملين كشك شاي وقهوه ومأكولات بره البلد. اه فهو عشان احنا في رمضان فبيطلع الظهر، بيروح لهم الظهر، بيفضل معاهم لغايه وردته بتخلص حوالي الساعه 9 بالليل تمام او 8، فبياخد ماسة معاه وبيجيبها وهو راجع. بيشتغل باليوميه. بيشتغل باليوميه. هو بيشتغل باليوميه. وده دخلكم اليوميه ده دخلكم كله يا ام مسا؟ ايوه، غير مرتبي. انا مرتبي طالع بعمل جمعيه بتشتغلي في الاستثمار؟ ايوه بشتغل في مصنع اللوتس الاستثمار. وهو بيسعى برضه على الاكل. هو بيسعى، هو بيشيلني طول الشهر، شايل مصاريفي اللي هي اليوميه. هو كان فني كهربائي بس اترفد من الشغل والغيابات ومريض وكده وكده وبقى يغيب كتير فاترفد من الشغل. وكمان مريض كده. كنت تعبان يعني، بيتعب دايما بواسير بكده، كان بيجي له نزيف من البواسير. ايوه دايما وكده دايما عنده دايما النزيف بتاع البواسير ده كان بينيمه ميت ما فيهوش، هو ضعيف جسمه ضعيف فاترفد من شغله. كان فني في شركه الكهرباء واترفد، وقعد بقى بيركب دش لحد، بيعمل توصيله كهرباء، بيعمل او حاجة يمشي يلم خرده من الشارع او كده. فاخويا قال له شغلانه الخرده دي مش هتنفع، شغلانه الخرده دي مش هتنفع ومش من قيمتك، انت كبرت في السن يا محمد وتعالى اشتغل معانا، تعمل شاي تعمل قهوه شاي تبقى شيء محترم. قال له خلاص ماشي هلتزم معاك وهبقى كويس. فبقى لنا 3 شهور ماشيين على الحال ده، هو شايل البيت وشايلنا والدنيا ماشيه والحمد لله، اللهم لك الحمد. حتى لو ايه بيكفي البيت الحمد لله، طالما الواحده بتقول الحمد لله لو اقل القليل بيكفي. ربنا يوسع عليك. ايه اللي حصل يا بس؟ هو واقف لسه جاي بيعمل على العربية كده، العربية الحمراء، عربية ربع نقل حمراء دخلت محملة عزال، دخلت من وراه، دخلت من ظهره، خبطته جامد. دخلت في المخالف؟ جايه من المخالف؟ جايه مخالف. هي العربيات بتمشي كده انما هي داخله كده. دي يعني طفله يا جماعه، يعني مش بتكذب، يعني دي طفله مش بتكذب. يعني العربيه كانت جايه في المخالف، العربيات كلها ماشيه في اتجاه، العربيات كلها ماشيه في اتجاه كده، هي جايه كده، جايه في اتجاه تاني، يعني هي جايه في المخالف. وبابا طبعا مش اخد باله منها. بابا مش اخد باله، بابا لسه بيعمل كده، ما سمعتلوش صوت، طار رفع لفوق نزل على الارض ما اتكلمش خالص، قامت العربيه دست على رجله وراسه، رجله وراسه. منظره جوه صعب قوي، منظره في المشرحه صعب للغايه. والله العظيم منظره صعب، اقسمت بالله منظره صعب. انت ضربته مسته ومشيت ليه ورجعت عدت عليه، يعني انت ضربته من ظهره وشفته طار قدامك، دست عليه بعد كده ليه؟ دست عليه تاني ليه؟ يعني انت خبطته هربت، والله ربنا ما يسيبك، والله لو هربت من الحكومه ربنا ما يسيبك. وهيسيب البنت دي على الطريق. انا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ساب البنت على الطريق جنب جثه، يعني سبت عيله زي دي، شايف المنظر ده عمره ما هتنساه، عمرها ما هتنساه. خلي بالك انا بوجه لك انت بس الكلام دوت، انت مفكر ان انت هربت من الحكومه مش هتجيبك؟ لا هيجيب ان شاء الله. ربنا اهو والله العظيم ربنا هيجيبك، وهتشوف نفس اللي هو شافه،
والجوز متبهدل في وشه متبهدل. شفت الجثه؟ ايديه الاتنين مكسوره جنب منه، جوزي كل رجل مكسوره في ناحيه وكمان عدت على بطنه. وسبت طفله زي دي تشوف المنظر ده لوحدها بالليل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا ينتقم منك والله العظيم ما سامحك عمري. انت هربت ربنا يجيبك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طلب بسرعه ضبطه وسرعه القبض يا عليه. رب يا رب يتجاب وما تتأيدش ضد مجهول زي بقية الحوادث اللي بتحصل. انت دمرتني والله العظيم دمرتني. هو كان داخل كان هيشوطني انا ويه. هو كان داخل هيشوطني انا ويه. انا بعدت فكرت بابا هيبعد، لسه بقول بابا ما لقيتوش واقف قدامي. العربية طيرته وبعد كده دست على رجله ودست على راسه. فضلت واقفة لوحدك؟ لوحدك انت هو بس؟ هو على الارض؟ محدش جالك ولا لا اي حاجه بعد فتره؟ في ناس عدوا بتروسيكل لونه ازرق، انا وقفتهم قلت لهم معلش، رحت للحكومه خليتهم يجوا وجابوا الاسعاف وشالوه. عملت ايه وانت واقفه وانت شايفاه على الارض كده؟ اكيد يعني استغربت واتصدمت صوت. مش هتنسي المشهد ده مثلا؟ بس بابا في الجنة على فكرة، لازم تكوني عارفة كده. بابا شهيد، مش هو كان راجع من شغله؟ شهيد، مش كان نازل عشان يشتغل عشان يجيب لكم ويكفي بيته؟ يبقى شهيد ان شاء الله. يعني هو سبقكم للجنة بإذن الله. بس انت نفسك ان الراجل اللي عمل كده بابا يبقى قبض عليه؟ قولي. يتقبض عليه ويتعدم. انا بطالب العدل والحق. انا عايزه الراجل ده يتجاب، ما تتأيدش ضد مجهول. انا بطالب القوات المسؤولين عن الرادارات والمسؤولين عن حاجه يهتموا بالموضوع. بالله عليكم اهتموا بالموضوع. تحريات المباحث يعني مش هي. انا عارفه وواثقه ان تحريات المباحث مش هيغلبوا يعني ان هم يجيبوه لو هم بس مش عايزه تتأيد ضد مجهول. ان شاء الله مش هتتأيد وان شاء الله لو الحكومه اخذت المساله بجديه هتعرف تجيب مين اللي خارج بالعزال ومن انه مربع في الاماراتي ومين اللي بايع ولا مين اللي معزل والكاميرات طبعا هتجيب رقم السياره اللي الظابط قاله امبارح فعلا. وهتقدر تجيب لي العربيه اللي اخذوا الموضوع بجديه بقى. ان شاء الله باذن الله. احنا بنضم بنرجو من الساده المسؤولين عدم التغاضي عن الموقف دوت وعن الحادثه دي لان متبهدل. مفيش خالص، مفيش حد هيأثر. وان شاء الله باذن الله احنا مع حضراتكم اهو على الهواء مباشره. احنا بننقل استغاثتكم وان شاء الله يتم الاستجابه ليها. ان شاء الله يتم الاستجابه ليها. ان شاء الله ممثل باذن الله تدفني النهارده وهو شهيد في الجنه. وانا بطمنك في خلال 24 ساعه باذن الله. ثقه في الاجهزه المعنيه وثقه في النداء اللي احنا عملناه خلال 24 ساعه يتم ضبط هذا المتهم باذن الله. يا رب باذن الله يتم ضبطه خلال 24 ساعه. في حادثه ثانيه واحنا رايحين اسم جنوب اول كانت مرميه على الطريق برضه في نفس الليله والله العظيم في نفس الليله. واحد برضه خبط واحد برضه وسابه وجري برضه. بهدله شاب، بهدله والله العظيم بهدله. والده بيقول له انت طالع من الكوبري انت ضارب عمود، انت خابط لي عمود مش خابط بني ادم. مبهدله يعني حادثتين في نفس اليوم. سرعه في نفس اليوم يعني سرعه جامده. حرام. طب اخبطه وشوف ماله، انزل بص عليه. ده اللي بيخبط قطه او كلب بينزل يبص عليها. ده روح يا جماعه، ده روح يا جماعه، يا جماعه ده روح. اللي انتوا بتخبطوها على الطريق ده روح يا جماعه. يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. ده بني ادمين ماشيه على الارض مش راكبه عربيات. اتقوا الله، في اسر بتتهد وفي بيوت بتتخرب. اتقوا الله. انا عارفه ان ده اعمار والله العظيم، انا عارفه ان ده اعمار، بس اتقوا الله في الناس اللي ماشيه على الارض. اتقوا الله في الناس اللي ماشيه على الارض. اخر حاجه هنختمها معاكي طلب حقه بس وهنختم معاكي. يلا عشان انا بطالب حقه يرجع. انا عايزه حقه يرجع. عاوزه سرعه ضبط المتهم وتقديمه للمحكمه. يا ريت انا عايزه اشوفه قدامي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يجيب لي حقي ويجيب لي بنتي حقها. حسبي الله ونعم الوكيل. ويربي في يتيم برضه تاني، ابنها يتيم وهو بيربي. محمد كان طيب، محمد كان غلبان. وعنده عيال من واحده ثانيه برضه بيصرف عليهم. ومحمد كان غلبان يعني عنده عيال من زوجه اولى بيصرف عليهم برضه ومسؤوليته كبيره يعني.